عندنا اذاعه طهران وصوت الشباب دار السلام رادم تكرر لحم الصبر ضربات قويه عنيفه في بيت لحم في بيت عظم في بيت شحمام ما بالنسبه لبيت تشريف. هنالك اسلوب جيد اسسنا اساسات حقيقه كما يطالبون واكثر من مره وثلاث مرات اربع مرات خمس مرات صارت الحاله متكرره. بالنسبه للحاله الاولى تختلف عن الحاله الثانيه بعده فقرات. الفقره الاولى بانزلاق والفقره الثانيه راد عمليه جراحيه وان شاء الله احنا عده امور مستخدمه من قبل الحكومه العراقيه بعد تشكيل لجان طبيه قامت على اساس الانتفاضه الشعبانيه. وهاي المساله اللي ربما كثير من الناس يعانون منها. اولا نعطيك الدليل الاول يختلف عن الدليل الثاني بعده امور. الامر الاول الله اعلم والامر الثاني مو عندنا والامر الثالث هو رايح على اساس يرجع لنا طرشه بعد ما جاب الجذر وكرشه وقعدوا على الفرشه. والحمد لله وشكر لك ذلك من اليوم في المرحوم من كتب الوصيه. انا كنت ما موجود طبعا وصيه كل شخاوي وسمع محاضره من سماحه السيد وقال لهم يا ابن ما تبي الوصيه ما تبي تنجا لي. وهاي الوصيه حقيقه بعد ما ولدي اخوي جابوا لي اياها قالوا لي تعال نودي المدرسه الاميه من المدرسه الاميه حقيقه نظروا بهاي القضيه وشافوا هاي صعبه كلش قالوا ان شاء الله هذا السبوق راح نشقق احنا. الحمد لله وشكر ربك سهل لك المرد اليوم. فالمساله مساله مبدا مساله عقيده احنا نعيش في ظل ظروف غامضه كما قال الشاعر خصخص في كتاب المختص كيف نار اللي اعطانا الشباب دار السلام رحمه الصبري. والحمد لله وشكر ربك سهلها. فان شاء الله احنا نقول بما ان احنا قلنا واتصلنا اتصال مباشر ويا اخواننا المؤمنين وقالوا لنا على اساس هم نقل في اللحظه الموبايل دق علي. مشكور سيدنا. الو السلام من عليكم الله يساعدك عمي شلونك الحمد لله اشكر ربك سالك من اليوم اقول لك المرحوم توفى المحدث علي المساله مساله واقع حال احنا نعيش في والله العظيم بالله الكريم الله شاهد ورقيب بسم الله الرحمن الرحيم ما بعد. ونار الدار ضاعت انا صوت الشباب دار السلام رحمه الصبري. انا ما لي علاقه بهم هم العلاقه اللي صارت بيناتهم هم صارت بيناتهم كلش علاقه قويه. انا ما لي شغله بالعلاقه الاولى. لا عادي حضروا لي غدا اليوم ما اقدر اجيكم خطيب ركبتك انت مش تحتاج لا تجي بس تجي كسر رجلك لان صارت طلابه كلش قويه بين العشيرتين. العشيره الاولى فيها هجمه مرتده احمد راد قول العشيره الثانيه عندنا درجه ما اخذوا يقولون خشمه طويل والهجمه المرتده مالته كانت مكسوره رجله بكتها بس الظروف اللي مر بها هو الحمد لله وشكر طماطم اللي بيتجاوز كرفس وريحان. لا والله ليش هذا شو وقت الحاجه انا ما كنت اعتقد اقول لك انت بالنسبه لك كان ما اقدر بالنسبه لهم هم عندنا نسبتين. النسبه الاولى طبعا كلش قويه والحمد لله وشكر درجه الحراره ما مرتفعه. السيارات الحديثه بالنسبه لتمر البصره زرعه بن محموديه سوف نطافي ابو بغريب. انا ما لي شغله انا قلت لك انا اريد فلوسي هن تعرف قد فلوسي ما كلهم وفوني اياهن بعد 900 داعبين قلت ليش تريدين شيء. انا بالنسبه لزينه الكماريه وياها هشاميه قالت النهايه طلعت على الناصريه